لأن الرياضة حياة، ولأنه منتخب الوطن، وأهمية ظهوره بالصورة القوية واللائقة. فقد تسابق اللاعبون القادمون من محافظات عدة لبناء منتخب وطني قوي بكفاءات سورية تعيد سلتنا إلى المحافل الدولية. عم بنبسط بأنه في شيء اسمه منتخب سوري عم يتدرب على أرض الملعب. هذا بيعطيني روح إلي وبيعطي أمل حتى لهاللاعبين اللي عم بيلعبوا بأنه هن موجودين وهن مع الحياة في وطننا ومع الرياضة في وطننا. كل واحد من هالشباب اللي عم يقدم ويلعب الله يعطيه العافية، ومستوى رائع نظرا للظروف اللي مرينا فيها. وإن شاء الله هالظروف هي بتنتهى وما عدنا نشوفها، وبتصور انه رائع جدا انهم عم يلعبوا كرة السلة بغض النظر مستوانا كاسم سوريا بالنسبة للدول العربية، لأنه الظروف اللي مرينا فيها لو أي دولة عربية مرت فيها ما كنت شفت عندها لاعب كرة سلة. كتر خيرهم بهي الظروف انه يجتمعوا ونحاول نحن يعني بقدر يعني الممكن الاتحاد يقدر يجمع هدول احسن لاعبينا اللي بقيانين، يعني هدول افضل العناصر. نجوم السلة السورية القدامى آثروا حضور تمرين منتخب الوطن لسلة الرجال وتشجيعه في معسكره التحضيري لبطولة غرب آسيا، ولشيوخ الكار خبرتهم ورؤيتهم في كيفية بناء منتخب وطني ملبي. بطولتنا ما كانت رسمية بشكل كامل وإنها صارت على الطريق تجمعات. يمكن لو كانت بطولة بشكل كامل ودوري ودور 8 ودور الأربعة وإيش اسمه يمكن كان يكونوا باستعداد أفضل من هلا، بس ليس بالإمكان أفضل مما كان. وبتقديري منتخب كويس، منتخب جيد، لازم نتابع معه، لازم نعتني فيه ونقدم له قد ما بنقدر حتى يقدر يعطي نتيجة. مهارات اللاعبين القدامى أفضل كثير من مهارات وهي السبب مو الاتحاد، هو السبب النادي. يعني مدربين القواعد يعني ما عم يبنوا اللاعب فنيا مثل ما كان أول يبنوه. بعزيمة وجدية وإصرار يواصل منتخب الوطن تمارينه اليومية في الفيحاء، طامحاً وحالماً بمعسكر خارجي ومباريات دولية قوية تكمل مسيرة تحضيراته لبطولة صارت على الأبواب كي يمكن مطالبته بالنتائج المرجوة. ما مطالب بشيء، مرينا بفترة عصيبة وما كان في احتكاك ولا كان في تقييم للأندية ولا في عمل للأندية، لذلك شو بيقدموا الشباب بنقول الله يعطيهم العافية ولازم نشد على إيدهم ونشكرهم لأنه على الشيء ضمن هالظروف عم يقدموه. بنحاول نتأهل ليش لا، بس كل هالظروف هي يعني بتجميع المنتخب بعدم إجراء مباريات يعني بمعسكر كذا، هذا كله بيأثر عليك. يعني التمرين لوحده ما بيكفي، يعني أنت كمدرب بدك تشوف بالمباراة المجموعة اللي تتجانس مع بعض. أنا بتقديري إذا سووا شوية جهد عندهم أملهم ما هو ضعيف أبداً، وإنما عندهم أمل بالوصول إلى نهائيات آسيا. بالإرادة والعمل يتحقق الأمل، أمل بمعسكر خارجي يلامس الأمنيات ويستدرك ما فات. فالموعد في 23 من الشهر الحالي في عمان.